برلماني كان ماشي باش يتناول العشاء مع الأسرة ديالو، ولكن القدر كان عنده رأي آخر. مات بطلقة نارية في السيارة ديالو. بزاف الناس متورطين. شكون هو القاتل؟ وشين اللي دفع القاتل باش يقتل؟ هادشي كامل وكتر غنتعرفوا عليه في هاد الفيديو، وما نطولوش في المقدمه بزاف ويلا نبداو. وقبل ما نبداو القصه ديالنا بغيت نقول لكم رمضان مبارك كريم، يدخل لكم الصحه والسلامه باش ما كتمناو يا رب، وقولوا لي كيف ماشي مع رمضان. وهذا اللي هنا الاسم ديال الانستغرام ديالي، كنزل بزاف ديال الريلزات وبزاف ديال ستوريات. ويلا نبداو في القصه ديالنا. كتبدا القصه ديالنا مع البرلماني عبد اللطيف مرداس، من مواليد عام 1963، مولود في بني حمد اقليم سطات، تزوج في كازا، عنده 3 ديال الوليدات. في الليله المشؤومه وهو جالس في الطوموبيل ديالو، فجاه غادي تجي سياره سوداء كبيره وغادي تسيري 3 ديال القرطاسات. جوج غادي يخترقوا الراس ديالو مباشره، وواحده غادي تجي في الصدر ديالو. الناس تجمعوا لديك الصوت ديال القرطاس وديك الشيء، جبروا السياره ما كايناشي. كيجبروا عبد اللطيف المرداس سايح في دمه. عيطوا الشرطه، جات الشرطه وداو الجثه ديالو للطب الشرعي. بداو كيسقسيو الناس الحارس اللي كان امام الفيلا، وقال بانه شاف عربيه سوداء كبيره جات وطلقات القرطاس ومشات بحالها. بدات الشرطه كتسقسي كيفاش، واش عنده شي اعداء، واش عنده شي مشاكل. الناس حتى واحد ما قال عليه شي كلمه العيب، كاملين كيقولوا بانه كان راجل مزيان، عنده علاقات مزيانه، العلاقه مع الزوجه ديالو والاطفال ديالو كانت علاقه مزيانه. وهنا غادي تبدا الشرطه البحث. وبعد مده خرج التقرير ديال الطب الشرعي اللي اكد بان الرصاصه خرجت باحترافيه، والبندقيه كانت بندقيه صيد. يعني ماشي غيجي اي واحد وغيجي وغيضرب، لا، خرجت الرصاصه باحترافيه، يعني اللي ضرب عارف اش كيعمل. حاولت الشرطه بس بعد استرجاع كاميرات المراقبه يشوفوا نوع السياره، الارقام اللوحيه ديالها، ولكن السياره كان صعيب باش يعرفوا الرقم اللوحه ديالها. وبزاف بعد ما هما كيقالوا لي للاسف ما جبروش الرقم ديال اللوح السياره. وبعد مده وبعد الشرطه ما كتبحث، عملوا بزاف ديال الفرضيات، ولكن واحده منهم اللي تقالت بزاف. قالوا يمكن بان القتل ديال برلماني عبد اللطيف مرداس كان بسبب دوافع سياسيه، حيت هو كان واحد الفتره كان اثار الجدل بسبب الثروه ديالو والقدر الاموال اللي كان كبير، فقالوا يمكن يكون وقع هكذا. بقاو كيسقسيو حتى وصلوا للشهاده ديال الزوجه ديالو. وهنا غادي تقول الزوجه ديالو الشهاده ديالها. قالت وفاء بانها كتشك في شخص واحد اللي هو مصطفى. شكون هو هاد مصطفى؟ مصطفى هو الشقيق ديال خطيبه المرداس. هنا دوختكم وبلاتي باش نفهمكم. المرداس كان مخطوب لواحد المراه سميتها خوله. الاخ ديال خوله بعد مده انتشرت شي تصاور غير لائقه للمرداس وخوله. الشخص اللي نشرها مجهول. مصطفى ملي شاف التصاور ديال الاخت ديالو في ديك الوضعيه بغى يحماق، مشى عنده حتى لباب الفيلا ديالو وقال له التصاور الا ما تمسحوش حياتك غادي تودعها. مشاو الشرطه كيقلبوا كيتحروا على مصطفى واكتشفوا انه الضجه كانت تشبر بسبب الشجار اللي كان وقع بينه وبين المرداس، ولكن تنازل عليه بسبب خوله اللي بقات كتقول بان هذاك خايو هو اللي عندي، وبزاف ديال الهضور اللي جعلته انه يتنازل على الدعوه دي. وهنا الشرطه بعد ما لقاو القبض على مصطفى، هنا اثبت الوجود انه ما كانش وقت الواقعه. بعد ما الكاميرات والشهود قال لهم انا كنت في وسط المدينه، وبالفعل كان وسط المدينه. الشرطه سقساتو قالت له والسياره السوداء ديالك فين هي؟ جاب وثائق واوراق بانه باع، حيتاش مصطفى كانت عنده السياره السوداء طبق الاصل اللي قتلت المرداس. قال لهم انا بعتها، وجاب لهم وثائق ووراق بانه فعلا باع السياره. وهنا مصطفى غادي يتحول من مشتبه رئيسي نشاهد، وهنا الشرطه غادي يرجعوا لنقطه الصفر. وفي كل هذا الشيء كامل فين كانت وفاء؟ وفاء كانت ديما كتعيط من الصحافه وكتطلع وكتبكي، كتبان بانها متدمره على الوفاه ديال الزوج ديالها، ولكن البكا ديالها ما كانش بحال التصرفات ديالها. كيفاش؟
وفاء ملي مات الزوج ديالها بيومين مشات جبدت واحد المبلغ اللي كان كبير من البنك. وفاء مشات لمصلحة الضرائب والعقارات باش تستلم الاملاك ديال الزوج ديالها كاملين، وقالت لهم بغيت الاملاك ديالو يرجعوا تحولوا من الاسم ديالو للاسم ديالو، ما تخلي له حتى شي حاجه. المحققون بداو كيشكوا فيها وبداو كيراقبوها عن كثف، وشنو اللي كيدور لها في راس ديالها، حيتاش هي نهار وقوع الواقعه ما كانتش في الدار، كانت عند الاهل ديالها، وطلبت من بنتها تعيط لباباها وتقول له فوقاش غادي ترجع للدار، وملي تكون ماجي جيب معاك شي حاجه نرشا. هنا المحققون بداو كيشكوا فيها ولاحظوا واحد الحاجه اللي كانت غريبه بزاف. لاحظوا بان التوقيت مترتب، يعني الوقت اللي كيخرج من العمل، الوقت اللي غيدوز باش يشري الاكل، الوقت اللي غيرجع فيه للدار، داكشي كان مرتب بحال اللي ديجا مخطط له باش يقع في الفخ الموت. وايضا الاقوال ديالي اللي كانت مراكباش على بعضها، مره كتقول لهم بانه كان تهديد سياسي، ومره كتقول لهم انا ما عارفه حتى شي حاجه. هنا الشرطه لاحظوا واحد الحاجه غريبه، بان واحد الرقم كيتصل بها بزاف. رقم بقاو كيقلبوا على الرقم باش يعرفوا ديال من هذا الرقم، وطلع الرقم ديال هشام. شكون هو هشام؟ هشام هو مستشار سياسي، صياد محترف، كيستعرض المهارات ديال الصيد ديالو في القناه ديالو ديال اليوتيوب. الشرطه بقاو كيحققوا بين العلاقه اللي كتجمعو هو ووفاء. وهنا كانت الصدمه سيداتي سادتي، وفاء وهشام كانت كتجمعهم علاقه غراميه، ومكالمات اللي كانت يوميا وبشكل متواصل. اتضح بانه هشام ما عنده حتى شي علاقه بالمرداس وما كيعرفوش اصلا. ملي قلبوا المنزل ديالو المره الاولى ما جبروا والو، سقساوه على البندقيه الصيد، قال لهم انا ما عندي حتى شي بندقيه. ولكن ملي تفتش المنزل ديالو المره الثانيه جبروا واحد البندقيه عندهم مخبعه تحت السرير. ملي جبروا البندقيه ارسلوها لمركز التحقيق الجنائي، وبقى هشام تحت التحقيق المكثف. هادشي كامل وفاء ديما كتصل به، ديما كتصل. قالوا الشرطه بانه يخليوه يجاوب ويبان كانه طبيعي وكأن شيئا لم يكن. ملي جاوب قالت له واحد الجمله اللي قلبت التحقيق راسا على عقب، وهذه الجمله هي اللي غتوري الحقيقه. قالت له انا خايفه يعرفوا الحقيقه. هذه الجمله خلت الحقيقه كامله تبان. وبعد هذه الجمله لقاو القبض على وفاء، قالوا لها بانك متهمه بالقتل المشترك واخفاء الحقيقه. وفاء قالت لهم انا ما عملت حتى شي حاجه، هشام هو اللي طلب مني انني ننفذ كل شيء. مشاو يسقسيو هشام، قال لهم انا ما عملت والو، انا مجرد منفذ. وفاء هي اللي خططت وطلبت مني نعمل هذا الشيء هذا. وهنا غادي تبان الحقيقه، وغادي يبداو يبانوا تفاصيل صادمه ومشوقه. عشان تعرفوا شنو وقع قبل الواقعه بضعه اسابيع قليله. وفاء كانت ديما كتجر واحد الدجاله اللي سميتها رقيه، كانت كتطلب منها اعمال باش الزوج ديالها يبقى ديما قدامها وعمره يفكر يتزوج عليها. شكون هي هاد رقيه؟ رقيه هي الاخت الغير الشقيقه ديال هشام، وكانت عارفه الحاله ديال وفاء، الحاله النفسيه ديالها السيئه والحاله العاطفيه ديالها اللي خايبه. فقررت انها تتواصل مع هشام اللي عارفه هو كيجذب النساء، وقالت انه غادي يساعدها في هذا الشيء. وفاء مورا هذا الشيء كامل في يوم من الايام جبرت تليفون الزوج ديالها على غفله، وهنا تصدمت. جبرت التصاور اللي كانوا صادمين بين خوله والزوج ديالها. عقلت في الاول شكون اللي قلت لكم تصاورت نشر في موقع مجهول؟ بالضبط، وفاء هي اللي نشرت دوك التصاور باش تشوه السمعه ديالو وتخلي الناس كامله كيتهضر فيه. بعد داكشي اللي وقع لك كامل، الدجاله رتبت لها لقاء مع هشام، وبالفعل تلاقاو. وهنا بدات كتطور العلاقه ديالهم بشويه حتى رجعت علاقه غير شرعيه ورسائل غراميه وتواصل بشكل يومي مستمر. وفاء اتفقت مع رقيه وهشام باش يقتلوا المرداس بالطريقه اللي ما يخليو حتى شي اثر. اتفقت مع هشام كيتخلقوا لي الاسماء،
اتفقت مع هشام باش يسوق سياره سوداء بحال اللي عند مصطفى. اتفقت معاه باش يمشي ايضا للغابه ويشبى البندقيه ديالو ويخوي الرصاص اللي فيها ويجيب رصاص جديد، باش الشرطه ملي تعرف نوع ديال الرصاص غتجبر بان الرصاص اللي كيستخدمو هشام في الصيد ماشي هو اللي تقتل به المرداس. ولكن الشرطه بعد تحقيق طويل عرفوا بانه غير رصاص مبدل والطريقه نيته. اتفقت مع حمزه اللي غادي يسوق بالمرداس على مبلغ كبير وباش هو اللي يوقف العربيه امام الفيلا باش يقتلوه ويمشيو. بالفعل شكون هو هاد حمزه؟ حمزه هو الابن ديال الاخت ديال المرداس. اتفقت مع حمزه على مبلغ اللي كان كبير اللي جبداتو قبل البنك قبل الواقعه ب4 ايام. عطاتلو المبلغ وملي وقعت الواقعه حمزه من الفيزا ومشى بحالو لتركيا. هنا تم القبض على وفاء وهشام ورقيه رسميا متهمين بالقتل البرلماني المرداس. وبعد بضعة أشهر تم لقاو القبض على حمزة في شجار في وسط تركيا وقاموا بالترحيل ديالو من تركيا للمغرب. وفي عام 2018 بدات المحاكمة ديالو وهنا بدات المحاكمة ديالو. هشام تحكم عليه بالإعدام ولكن المغرب ما كينفذش الحكم ديال الإعدام فتحكم عليه كيف غنقولوا بمؤبد. حمزة تحكم عليه 30 عام ديال الحبس. رقية تحكم عليها 20 عام ديال الحبس ووفاء تحكم عليها بالمؤبد. وبالنسبه للاطفال تكلفت بهم الام ديال وفاء ولتا الاعمام والعائله ديال الاب ديالهم كانوا كيتكلفوا بالدراسه ديالهم وقالوا بانهم ملي غيكبروا غادي يسافروهم لبلجيكا باش يكملوا التعليم ديالهم. هادشي كامل بان في واحد الجريده. وهنايا وصلنا لنهايه القصه اللي كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. وقبل ما نسالي الفيديو بغيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. وهنايا كننهي الفيديو بغيت نقول لكم نتلاقاو في فيديو اللي ما يجي والقصه اللي ما جا وباي باي.